جايب لكم النهارده 3 اطقم، ال3 احلى من بعض، وانا مختارهم مخصوص عشان اعمل لكم بيهم ليرنج، عشان نثبت ان الاطقم ينفع يتعمل بيها ليرنج عادي جدا. وطبعا ده مش معناه ان الطقم لوحده ينفع يتلبس ويبقى شيك وجميل جدا، سواء حبيتي تلبسي الكوليه لوحده او تكملي الطقم وتلبسي معاه الانسيال، هيبقوا شكلهم الاتنين مع بعض لايقين وتحفه. وبما ان الاطقم دي من الطويل المجوهرات يبقى اكيد مختلفه، سواء انها ساده بالالوان اللي موجوده فيها، والانسيالات مثلا وزنهم في رينج تقريبا 7-8 جرام، انما الكوليهات بقى من 14 وانت طالعه، وفي اوزان اكيد اقل من كده، بس دي حاجات مختلفة. وطبعا نيجي لأهم نقطة، الليرنج. الكوليهات دي كلها جوكر في الليرنج، سواء كنت هتخليه هو الكوليه تحت وتلبسي حاجة فوقه، أو هتخليه هو فوق قريب للرقبة وتلبسي كوليه تاني تحتيه. وبس كده. قولوا لنا في الكومنتس، بتحب الدهب السادة ولا اللي فيه ألوان؟ مستني رأيكم. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.